بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. الناس ليه بتنقد الأهلي وبتقطعه لكده؟ احنا عارفين إن الأهلي مستواه مش ما اكتملش اللياقة البدنية بتاعته، واللعيبة نزلت عملت اللي عليها على قد مجهودها. هو كان المفروض احنا عاوزين منها أكتر من كده، بس عملت اللي عليها. هو الحكم الماتش قال لك، الناس بيتكلموا بعد الماتش قال له ده انا اتعرض عليا الهدف بتاع ضربه الجزاء بتاع الاتحاد، انا ما اتعرضش عليا من الفار ضربه جزاء بتاعت الاهلي بتاعت كهربا. فانا لو كانت اتعرضت عليا ضربه الجزاء دي كنت حسبتها، ولا الجون بتاع الاهلي اللي دخله كهربا برضه. انا لو اتعرض عليا هو، بس هو الفار بقى، الفار عرض عليه دوت والفار ما عرضش عليه. هو الفار يعني شايف الوان، ما شافش لون الاهلي. وبعدين الفار بيقول لك لا انتوا بتتهموني ليه؟ ده انا حكم، انا حكمه كبيره ومش صغيره وحكمت ماتش قبل كده، وانا كان في فار تاني، وبعد ما الماتش خلص خدونا في عربيه عشان ما نقعدش في استاد في الاستاد على طول، وخدونا بعربيه مشونا من الاستاد. اذا هو في تلاعب، في حاجه مش كويسه. وبعدين ده جه من رئيس الاتحاد. هو مش عاوز الاهلي يسيطر على البطولات الافريقيه، مش عاوز الاهلي يسيطر على البطوله الكره الافريقيه. يعني خد لسه واخد البطوله من الوداد غصب عن عينيهم طبعا. السنه اللي فاتت كانوا واخدينها من الاهلي، يعني لما عملوا ماتش واحد جوه المغرب واخدينها من الاهلي. اما الماتش اللي اتعمل ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك، الاهلي خدها. هم طبعا مش عاوزين الكلام دوت يألمهم، الكلام ده يزعلهم. هو عاوز يفضي المجال لسان داونز. سان داونز عاوز يشيل الاهلي مع ان الاهلي مش عقبه. ده سان داونز لما قابل الاهلي غلبه، يعني الاهلي مش عقبه، بس هو خايف من الاهلي بيعمل لبعض الفرق رعب. الاهلي كان لا عامل رعب للفريق الاتحاد العاصمه الجزائري، كان عامل له رعب مع انه فريق عادي. احنا لو مستوانا كويس والاهلي بيلعب في مستواه، احنا كنا ما كنتش تحس بفريق الاتحاد. هو لعب بالطريقه الشمال الافريقي، جاب جون ونام عليه في نص الملعب وقعد يعيط والحقوني وانا بموت والحقوني والحقوني والحقوني. طبعا الاهلي هيروح فين فيهم يعني مع الاهلي كل خبرته دوت، برضك بيكسبوا بان هم بيستموتوا في ارضيه الملعب على طول. انما لو هم يلعبوا كوره زي ما الاهلي بيلعب، هم ما حدش فيهم هيقدر على الاهلي. بس هم جابوا الجون في اخر الشوط الاولاني. طبعا الشوط الثاني كله في نص ملعبهم، ما طلعوش في نص ملعب الاهلي ابدا. يعني اذا تواجدوا كده عن استحياء. انما هم لا، هم فريق، هقول ايه، فريق ضعيف مش اقوى من الاهلي. طبعا نرجع، رئيس الاتحاد الافريقي طبعا ميوله جنوب افريقيا، ميوله لسان داونز. طبعا هو عاوز يبعد الاهلي، بس نسي ان في وداد وفي الترجي والوداد مش هيسيبوه ان هو ياكل كده الكحكه لوحدها، يعني لوحده. لا، ده هو اللي احنا عاوزين نقوله. رئيس الاتحاد الافريقي يعني ربنا يسامحه. يعني حتى البطوله بعد ما فاز بيها الاتحاد الجزائري رفع البطوله. طب ما ترفع الجائزه وتعلن رفع الجائزه من الاول. انت بترفعها بعد ما انتهت، بعد ما الاهلي خسرها. الاهلي ما يخسرش من فريق زي الاتحاد. الاتحاد مع الاعتذار للكره الجزائريه، الاهلي فريق الاتحاد فريق عادي، ما عملش حاجه. هو فاز بايد الاهلي، ما فازش بايد الاتحاد. هو ما عملش حاجه. ضربه الجزاء اللي جات له من الحكم هديه. انا ما خدتش حقي في الملعب بشهاده كل شهود الخبراء الكوره في افريقيا وفي العالم كله. يعني انا مش عارف لغايه امتى الاهلي هيتظلم. نحط في الاعتبار احنا في بعض اخطاء مننا، وكويس ان الاخطاء جت بتاعتنا في الاول عشان نعرف نصلحها، عشان احنا عندنا بطوله دوري وعندنا بطوله سوبر، بطوله الدوري الابطال في افريقيا.
والبطوله الكبيره بتاع اللي هم عاملينها مستحدثه الكبيره دي. يعني لما نشوف هم هيعملوا فيها ايه. هم هيشوفوا برضك هيزودوا البطوله، هيزودوا المكافآت بتاعتها، ولا بعد ما الاهلي يخرج يقوموا مزودين المكافآت بتاعتها؟ هنشوفهم هيبقى على نفس المسطره ولا ايه. ونقول للاتحاد المصري لا عزاء للاتحاد المصري ولا اعضاء الاتحاد المصري ولا عزاء للمنتخب. يعني هم كانوا مفروض واحنا نتوقع منهم ان هم يساعدوا النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي مصري، مش نادي جزائري، مش نادي تونسي، مش نادي مغربي. ساعد النادي الاهلي انه يروح ويجيب لاقصى الحدود. احنا شايفين الزمالك اتغلب من فريق اول مره يفوز في بطوله افريقيا، اول مره يشترك في البطوله، لسه خسران من المقاولين العرب من سنتين 9-0، يعني خسر منه. يعني الزمالك رخر واقع، وطالع شيكابالا يضحك. يعني انا ما كنتش عاوز اقول اسمه، بس غصب عني بقول اسمه. يعني طالع يضحك، انا مش عارف بيضحك على خيبته تقيله قوي في المطوشه بتاعته اللي هناك دي. اما نشوف هو هيعمل ايه بقى مع خيبته ديت. هنشوف هيسطبها ازاي في الماتش اللي هنا. هم المفروض ان هم يجيبوا 3 اجوان. ما اعرفش، انا اشك لو الفريق التاني جه ولعب كويس، انا اشك بطريقه لعيبه الناس في الزمالك عاوزين 50. اما النادي يلعب في دور ال 32 وطالبين 50,000، امال لو وصلوا للدور النهائي هيطلبوا كام؟ هيطلبوا 100,000 واحد يروح يشجع الناس ديت. مش عارف انا ديت بتفكر ازاي. انا عاوز اعرف الناس دي بتفكر ازاي. كون الاتحاد ما يعملش كده تاني مع الاهلي. مش ما ينفعش ان انا بلعب بطوله باسم مصر وبطوله في افريقيا ولازمه، وتجيب لي وتحط لي ماتش قبل الماتش بتاعي، ماتش للمنتخب قبل الماتش بتاعي، وتديني اللعيبه بتاعتي قبل الماتش ب3 ايام. ما ينفعش. فين ان انت هتساعدني؟ فين ان انت هتقف جنبي؟ فين ان انت بتدعمني؟ فين التدعيم ليا؟ انت ما بتدعمنيش ولا تفهموا يعني ايه تدعيم، ولا تفهموا يعني ايه مساعده. احنا عاوزين الاتحاد المصري جمال علام يقف اكتر ويفهم الاعضاء بتاعته ويفهم حازم دوت. يعني انا مش عارف هو، يعني الله يرحمه حماده بقى. حماده لا، يعني ما علموش اي حاجه. حماده ما كانش يقدر يغلط في حرف واحد في الاهلي، ولا يقدر يقلل من حجم النادي الاهلي. انما دوت طالع شاطح، وانا مش عارف انت شاطح ليه. انت خلاص، انت جمهور الاهلي مش قابلك، خلاص كرهك، عشان تبقى انت فاهم وتبقى انت عارف الارض اللي انت واقف عليها. انت ما بقتش محبوب على نص شعب مصر. احنا بنقول لك الكلام دوت عشان تبقى فاهم وعارف اللي انت بقيت واقف فين لغايه دلوقتي. انت الناس كرهتك من كتر الكلام وكتر المسانده الزائفه لنادي الزمالك على دون وجه حق. الاسماعيلي، انا بقول لحازم امام وبقول لجمال علام، الاسماعيلي ما سددش لسه، اعلن القايمه بتاعته من يومين عشان ما كانش يسدد الفلوس. والزمالك طبعا ما سددش اي حاجه، واشتركته في افريقيا واشتركته في بطوله الدوري واشتركته مش عارف فين واشتركته فين. ليه يعني؟ ما خليك سطر واحد، خليك على مساحه واحده. انت سمحت للانديه، سامح لكل الانديه. انما ما ينفعش نادي ونادي لا. ده بأمارة ايه الزمالك ياخد كل الحقوق دوت؟ مديون ما مديون، هم اللي دينوا نفسهم، اعضائهم هم اللي سرقوا بعض. انا ما ادخلش في اللعبه دي. ادخل في اللعبه دي ليه يعني؟ ونقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.